السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم نشا النشاوي للطرات والجاتوهات واللي اونلاين. لو انت بتشوفيني لاول مره ما تنسيش تعملي لايك وشير وتفعلي زر الجرس على كلمه الكل علشان يوصلك كل جديد اول باول. زي ما انتم شايفين وصفه النهارده انا اتاخرت بيها عليكم، كانت مطلوبه مني في شهر رمضان كريم، يعني كان في حد شافها عندي على الجروب، كنت عرضها على الجروب. وطبعا طلبوها مني وانا اسفه وبعتذر جدا 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 للناس طلبتها مني، بس والله العظيم الظروف خارجه عن ارادتي. طبعا كان في انشغالات، حتى اتاخرت عليكم في وصفات كتيره في رمضان برضو هتنزل لكم في الايام اللي جايه، اللي هي وصفات بسبب شغل النواعم وشغل اوردرات العيد. فان شاء الله انزلها برضو قناه مرجع لكم كلكم، واي حد يعوز اي حاجه ان شاء الله يسيب لي في التعليقات. وصفه النهارده يا جماعه وهي المدلعه. النهارده نعمل مع بعض ان شاء الله المدلعه على اصولها زي ما انتم شايفين. المدلعه هي عباره عن طبقه كنافه وطبقه بسبوسه، وفي النص طبقه كريم شانتيه، ومن فوق جيلي كراميل زي ما انتم شايفين. ان شاء الله هتتابعوني اخر الفيديو علشان تطلعيها بالشكل الجميل ده وتطلعيها كمان احلى من كده بكتير، واقول لك كل التريكات. يلا بينا نبدا في الوصفه والمقادير ونسمي ونقول بسم الله. هنا معانا مقادير البسبوسه الاول. مقادير البسبوسه زي ما انتم شايفين، معانا عسل جلوكوز، ومعانا 200 جرام سميد سايب، ومعايا هنا في الكوبايه دي 75 جرام حليب سايب سائل، وعليهم 75 جرام سمنه. والكوبايه دي فيها يا جماعه 100 جرام سكر حبيبات. دول كده قدام، ومعاهم كمان معلقه حليب بودر طبعا زي ما انتم متعودين ان انا بحطها دايما في البسبوسه. دول كده القدام، دول يا جماعه على جنب دول مقادير البسبوسه. هنا بقى مقادير الكنافه، معانا 200 جرام كنافه متفرزه في الفريزر متفتته بالشكل ده، معاهم كمان 80 جرام سمنه متسيحه زي ما انتم شايفين، ومعانا معلقه سكر بودر. المقادير سهله وبسيطه جدا، مش الحكايه ان انت تعملي سكرين للمقادير وخلاص، لا طبعا في تريكات كتيره هتقابلك في الوصفه، فعلشان ما تبصش منك وتشوفي كل التريكات فيها فتابعيني يا ريت لاخر الفيديو. هنا اول حاجه خلاص فتفتنا الكنافه، نبدا نعمل كنافه الاول عشان نحط الاتنين مع بعض. الكنافه الاول فتفتناها بالشكل ده وحطينا عليها معلقه السكر المطحون، وبعد كده جبت صينيه مقاس 24 متغلفه بسمنه زي ما انتم شايفين بالظبط، وحطيت فيها مقدار الكنافه كله وبدات اضغطها بالشكل ده. وبعد ما اضغطها طبعا جبت هنا زي ما انتم شايفين كيس تلاجة ومفتوح، او انت تعملي مناديل اللي هي الاكياس دي لو عندك، وبالصينيه اصغر منها، وبدات اضغطها بالشكل ده وظبطتها عشان تبقى مضغوطه زي ما انتم شايفين. دي اهم حاجه في الكنافه، هتشوفي دلوقتي الضغطه دي هتخليها طالعه معاكي متماسكه ازاي ومش هتتكسر معاكي. جبت هنا السمنه اللي احنا مسيحينها، كنت بحطها كده بالمعلقه، بس لقيتها بالفرشه اسهل وكويسه جدا، وبالفرشه دي اللي انا بستخدمها في تلميع الفاكهه. ما شاء الله، يعني وزعت السمنه في جميع في المكان بتاع الكنافه كله. كده يا جماعه خلاص كده انا خلصت الكنافه، هنسيبها في جنب واجيب لازم تكون نفس مقاس الصينيه بالظبط. الصينيه مقاس 24، هنعمل برضو البسبوسه مقاس 24. لو انت ما عندكيش صينيتين نفس اي بقى صينيتين نفس المقاس، بس طبعا لو كبرت الصينيه هتكبري مقدار البسبوسه ومقدار الكنافه، فانا هنا حبيت اعمل لكم اصغر مقاس صينيه علشان تبقى كويسه جدا لو انت اخدتها معاكي يعني في مناسبه او زياره او اي حاجه او للبيت. هنبدا بقى في مقادير البسبوسه زي ما قلت لكم في نفس الصينيه، لو ما فيش عندكم نفس الصينيه تقدروا ان انت تعملوا كنافه الاول وتفضيها وبعد كده تعملي البسبوسه. انا هنا جبت بقى الكسرولة وابدا احط فيها المقادير السائله علشان نعمل البسبوسه وندخل الصينتين مع بعض في الفرن. حطيت اول حاجه السمنه على الحليب، وبعد كده على السكر وهقلبهم كويس جدا، وطبعا هتفك على النار، وحطينا معلقه عسل جلوكوز، طبعا دي اساسي. لو مش عندك عسل جلوكوز تقدري تحطي سيرب تقيل تقيل وبارد، وهنفكهم هيتفكوا بس على النار، الخليط يكون دافي طبعا، ده انتوا عارفينه في وصفات بسبوسه كتير شفتوها على القناه قبل كده. هنا عما يفكوا على النار بس هنكون جبنا المقادير الجافه وهي السميد، وعليها الحليب البودر اللي احنا محمصينه على النار كالمعتاد، وحطيت يدوب ذره ملح. انا بحب احط الملح يا جماعه في الحلويات بس ذره، يعني بين صوابعي بس، وقلبتهم كويس مظبوط جدا. وجبت هنا الصينيه مقاس 24 زي ما قلت لكم بنفس مقاس الصينيه اللي احنا عملنا فيها الكنافه، وجبت بطنتها بسمنه بارده، وبعد كده قطعت ورقه زبده بالشكل ده. حابه تعملي اكياس حراريه اللي هو الكيس الحراري، عملتها معاكم قبل كده في فيديوهات برضو. حابه تعملي ورق زبده زي ما انت زي ما انتم شايفين كده بالظبط ممكن تعمليها. ورق زبده دي قطعتها زي ما بتقطعي اي ورق زبده
تحت الكيك مثلا بتعملي مربع في مثلث في مدور وبتتفرد بالشكل ده، وتدهنيها كمان، تدهني ورقه الزبده دي كمان سمنه. انا هنا بقى جبت المقادير السائله بعد ما فكت على النار وتجانست مع بعض، لازم المقادير تتجانس مع بعض. حطيت عليها مقادير الجافه بتاعه البسبوسه وقلبتهم تقلبتين، ما تقلبيش كتير، يا دوب تقلبتين اتنين بس. وبعد كده هفضيهم في الصينيه بتاعت البسبوسه بالشكل ده. طبعا المقدار معاكي لو مش هتساوي لوحده، طبعا انا ما بحطش ايدي في البسبوسه خالص لانها خبطتين اتنين بس بتتساوى لوحدها. طبعا انا هنا شغلت فرن درجه حراره 180 وادخلهم الاتنين مع بعض على نفس درجه الحراره. انا هنا شغلت الفرن من تحت ومن فوق مع بعض لان فرن كهرباء، وحطيتها على الاول رف. لو انت شغاله في الفرن البوتاجاز بتشغلي من تحت بس، ولو ما اخدتش لون من فوق مع تحت بعد ما تطفي من تحت بتشغلي من فوق على اهدى درجه خالص علشان ما تشعوطش. طبعا انا هنا طبعا زي ما انتم متعودين ان البسبوسه لازم يتعمل السيرب بتاعها يكون سخن وهي سخنه. حطينا 100 جرام ميه و100 جرام سكر وعصره ليمونه، وبعد ما خدت غلوتين على النار حطينا عليها ذره الفانيليا. انا هنا بقى الكنافه طلعت الاول هي من الفرن يا جماعه، خدت حوالي عن تلت ساعه نص ساعه طبعا حسب حراره فرنك. انا كان عندي هنا سيرب تقيل حطاه في التلاجة زي انتم شايفين تقيل وبارد. سيرب وكنافه يا جماعه تقيل وبارد. ال 200 جرام كنافه دول لو حابه تعملوا لهم سيرب وما فيش عندك سيرب في التلاجة، انا بس ما حبيتش ان انا اطول عليكم الفيديو واعمل سيرب الكنافه دي. الكنافه دوب بتاخد مش كتير، يدوب بس بتغطي الكنافه تكون كل مكان فيها واخده سيرب، وبفرده بالشكل ده. لو انت حابه تعملي السيرب انت ممكن تعملي كوبايه سكر ونص كوبايه ميه وتاخدي منها بقى مقدار حسب ما كنافه عندك هتشرب السيرب، بس يكون تقيل وبارد. تمام. انا طلعت البسبوسه من الفرن سقيتها زي ما انتم شايفين. طبعا البسبوسه في ثواني شربت السيرب، وده دليل لنجاح البسبوسه. على قد ما هي كانت رقيقه جدا يعني سمكها رفيع، على قد ما هي شربت السيرب زي ما انتم شايفين بسرعه، وده دليل البسبوسه ما شاء الله طريه جدا. انا بقى شايفين بحسس عليها بايدي، لقيتها طريه جدا يعني، مع انها رفيعه كنت مفكرها تطلع ناشفه. طبعا هي طريه مش هينفع تقلبيها. هقول لك بقى التريكات وانت بتقلبيها ازاي. التركه سهله وبسيطه جدا وان شاء الله تظبط معاكي. مع ناس كتير بتتكسر منهم هم بيقلبوها. انا غطيت الكنافه وغطيت كمان البسبوسه، وبعد كده بعد ما بردت بدات اقلب البسبوسه بالشكل ده. حطيت يعني هو المناديل اللي هي الاكياس دي، وقلبت عليها البسبوسه بالشكل ده. البسبوسه اتقلبت بكل سهوله زي ما انتم شايفين، وشلت ورقه الزبده على قد ما هي رفيعه جدا اتقلبت. هقول لك بقى يعني خدي بالك معايا للحظه اللي جايه دي عشان اقول لك ازاي تحطي البسبوسه وهي بالرفع ده، وازاي تحطوا الطبقات وتظبط معاكي. هنا قلبت الكنافه. طبعا الكنافه قلبها سهل جدا. طبعا بعد المقادير دي ما بتبرد هنبدا نزين فيها ونشوف هنعمل المدلعه معانا ازاي. شايفين ادي كده دي الكنافه وشها وظهرها، وطبعا مش بتاخد سيرب كتير يا جماعه علشان ما تجزعش وهي بتتاكل. انا خلاص بعد ما بردت ابدا اشتغل في الكريم شانتيه، ومعانا 125 جرام كريم شانتيه خام بدون سكر و50 جرام حليب بودر على بس الكريم، وابدا احط عليهم كوبايه ونص منتجه من الفريزر وهتضربوا في العجان زي اي كريم شانتيه طبعا بدون سكر يا جماعه، عشان احنا يا دوب السكر بتاع جيلو كراميل والصوص والسكر انا اسفه اللي في الكنافه والبسبوسه عشان ياكلها ما يجزاش. صراحه كان طعمها وهم وجميله جدا. خدوا بالكم بقى من اول هنا، اللي مش هيركز في الحته دي طبعا مش هيعرف يقلب البسبوسه. والتركه جديده زي ما انتم متعودين من رشا النشاوي، كل التركات الجديده دي. البسبوسه يا جماعه زي ما انتم شايفين طريه ولونها من فوق وتحت جميله جدا. بدات اجيب البورد اللي هشتغل عليه وقلبت البسبوسه. طبعا من المعتاد المعروف الكنافه بتكون هي اللي في ارضيه المدلعه والبسبوسه بتكون هي اللي فوق، بس انا خلفت يا جماعه. تمام. اوعي تخلفي كده وتقطعيها كده، لا طبعا ما ينفعش تقطعيها كده ولا ينفع تقدميها كده ولا ينفع تبيعها كده. يعني خلفت حطيت الاول. حط على اي صينيه شاي على اي طبق عندك. انا هنا حطيت على بورد. تمام. وحطيت اول طبقه اللي هي البسبوسه، وبعد كده جبت كريم شانتيه حطيته في كيس حلواني وحطيت طبقه كريم شانتيه بالظبط. يعني سمك البسبوسه هنا حوالي عن نص سنتي، وبرده نفس الحكايه الكريم شانتيه عباره عن نص سنتي،
وبرده الكنافه هتلاقيها بنفس الطريقه برده نص سنتي. خدي بالك الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا 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 وهتنفعك ان شاء الله. بدات احط الكريم شانتيه بالشكل ده. خليكي مركزه ان الكريم شانتيه يا جماعه كان من غير سكر. شايفين بقى طبقه الكنافه يا جماعه؟ شلتها في ايدي بكل سهوله ولا اتكسرت وجرر لها اي حاجه، لان انا ضغطاها كويس جدا ومسوياها كويس. وطبعا السكر البودر بيعمل تماسك في الكنافه. بدات احطها بالشكل ده وظبطتها على الطبقه اللي تحت وضغطت عليها ضغطه خفيفه كده جدا علشان تتماسك في بعضها. خد بالك ركزي، ما ينفعش ان انت تطلعي في ناس كتير بيقولوا لا ممكن الكنافه تكون فوق البسبوسه تحت. لا طبعا ما تنفعش، تيجي تكسريها هتتهرس معاكي. هنا بقى قوم جايبه بقى كده بس معلقه كريم شانتيه حطيتها في نص الكنافه من فوق وبدات افردها بالسباتيولا بالشكل ده. ركزي معايا بقى الله يكرمك. وجبت بقى البورد اللي انا هشتغل عليه اساسا. طبعا البورد هنا مقاسه الصواني مقاسها 24 والبورد هنا مقاسه 28. ركزي معايا بقى ان انا حطيت البورد فوق معلقه الكريم شانتيه اللي انا حطيتها وقلبته. قلبت الطبقات اللي هي طبقه البسبوسه وطبقه الكنافه، قلبت خليت يعني مش عارفه هي واضح قدامكم ولا لا. اصبحت الكنافه هي اللي تحت يا جماعه والبسبوسه هي اللي فوق. طبعا من غير ما تشتري البسبوسه بايدك ولا تشتريها على صينيه ولا على اي حاجه ولا تتكسر منك ولا يجرى لها اي حاجه. الموضوع سهل وبسيط جدا. دي طريقه تقدري تجيبيها مهما تكون سمك البسبوسه رفيع هتظبط معاكي جدا. خدي بالك رجعي الفيديو شوفي انا عملت ايه. في الاول انا حطيت البسبوسه في ارضيه البورد او ارضيه الصينيه اللي انت هتشتغل عليها، وبعد كده الكريم شانتيه، وبعد كده الكنافه، وحطيت معلقه كريم شانتيه على سطح الكنافه من فوق علشان تمسكها لما نقلبها. حطيت عليها بورد وقلبتها، قلبت المقدار ده كله للناحيه التانيه. اصبحت الكنافه تحت والبسبوسه فوق. طريقه جديده اعتمديها وادعي لي بس اهم حاجه ان شاء الله ان هي تظبط معاكي. جبت كريم شانتيه وغلفت هنا المدلعه كلها من الجوانب. كنت بغلفها، كنت عايزه ان انا احط على الجوانب مكسرات، بس صراحه ولادي رفضوا. انا كنت عاملاها للبيت طبعا مش عاملاها اوردر مع اني عرضتها على الجروب، بس انا كنت حابه من زمان ان انا اعمل صراحه الوصفه دي وعلى ما ربنا اراد. حطيت خلاص الكريم شانتيه، غلفت بقى الجوانب زيها زي اي تورته بالظبط، ومن فوق برضو كريم شانتيه. وجبت الدورق دي في ميه سخنه او ميه عاديه مفيش اي مشكله، بس لما كان الجو حر ما حبيتش ان انا استخدم ميه سخنه. وبدات ان انا اظبط شكل الكريم شانتيه بالشكل ده زي اي تورته بالظبط او زي جاتو المثلثات. تظبطيها وتحطي الاسباتيولا في الميه وتنعمي السطح بتاعها عشان احنا هنحط من فوق جيلو الكراميل. وبعد كده خلاص مسحت البورد من اي فتافيت او كريم شانتيه او اي ميه او كده. المفروض بعد الحركه دي يا جماعه دي تدخل التلاجة، بس انا صراحه في اليوم ده اشتغلت زي ما انتم شايفين، ما والله ما دخلتها التلاجة واشتغلت على طول. انت لو خايفه ان الصوص يتجانس معاكي مع الكريم شانتيه فريت دخلتها التلاجة. هنا بقى شوف بقى الغلطه بتاعتي، او دخلها الفريزر 5 دقايق. شوف بقى الغلطه بتاعتي ان جيت احط العلبه اللي فيها جيلو شوكولاته والعلبه اللي فيها جيلو كراميل لون واحد، فانا حطيت في الاول جزء من جيلو شوكولاته، بعد كده خدت بالي منها وقمت حطيت جيلو الكراميل. بس ان شاء الله تظبط مش هيحصل اي حاجه خالص. انتم شايفين اهي جيلو شوكولاته تحت جيلو الكراميل هتتجانس مع بعض ومش هتبان وهتظبط ان شاء الله. انتم شايفين جبت الاسباتيولا وفردت جيلو الكراميل بالشكل ده. طبعا مدلعه مشهوره بجيلو الكراميل، انا مستخدمه جيلو الكراميل المتحده. بيجي طبعا عند المستلزمات الحلواني. وهنا فردتها زي ما انتم شايفين. لو خايفه انها تتجانس مع الكريم شانتيه تقدري ان انت تدخليها التلاجة الاول الكريم شانتيه يتماسك. بس انا بحب استخدم طبعا وقت الصيف دخل بحب ان انا اتقل الكريم شانتيه يا جماعه. في ناس بيحبوا يخفوه، انا بحب اتقله جدا طالما ان الصيف دخل علينا، حتى برضه في الشتاء بالامان ان هو يبقى تقيل. جبت هنا معلقه كريم شانتيه بعد ما فردت جيلو الكراميل وحطيت عليها معلقتين ميه وقلبتها لحد ما جابت القوام اللي انا عايزاه. انا عايزاه قوام خفيف جدا زي اللي بيتعمل بيه الدريبات، ولا تعمل حاططه في كيس صغير زي ما انتم شايفين او اي كيس تلاجة فتحت فيه فتحه صغيره عملت خطوط بالشكل ده. الاكياس دي يا جماعه جميله جدا، يعني كيس فيه 100 واحد ب 15 جنيه او ب 10 جنيه، بس صراحه جميل في حاجات كتيره جدا جدا يقعد معاكي سنه. انا بقى جبت جيلو الفراوله جيلو الشوكولاته انا اسفه، وبدات اعمل خطوط بالشكل ده مع الخطوط اللي عملتها بالكريم شانتيه اللي احنا فكيناها بميه. الموضوع سهل بسيط جدا. وبعد كده جبت خله شيش طاووق او ممكن خله اسنان وتقومي عامله خطوط رايح وخطوط جاي بالشكل ده. طبعا المدلعه مشهوره بالشكل ده.
جبت هنا التيب اللي هو بيتعمل بيه الوردة الملفوفة او اي تيب انت حباه، وبدأت اقفل التورتة من بره بالشكل ده. طبعا انا حابة ان انا ازين الاول بعد كده اقفل، علشان الروزيتات دي تداري اي حاجة في اللي تبقى الخطوط اللي بتبقى في نهاية التزيين. جبت هنا ده فستق مجروش، وبدأت احط كده على يعني في تقسيمات كده المدلعه، ادت شكل جميل جدا. زي ما قلت لكم كنت عايزه اغطي الجوانب بالمكسرات، بس صراحه يعني ولاد رفضوا، وبرده ما حبيتش ان انا اعلي التكلفه علشان لو كانت اتباعت ولا حاجه. بس انا كنت حابه ان احنا صراحه ناكلها وندوقها، فعشان ما حدش يسالني يا جماعه يقول لي انت بعتها بكام، والله العظيم انا ما بعتها. لازم تحسبي تكلفتك حسب نوع السمنه بتاعتك، حسب نوع الكريمه بتاعتك، حسب نوع الصوص اللي انت اشتغلتي بيه او الجيلو اللي انت اشتغلتي بيه. شايفين يا جماعه ما شاء الله جميله جدا، سهله وبسيطه، مش في اي حاجه خالص. إيه لو في عندك اي تعليق او اي سؤال او اي استفسار سيبيلي ان شاء الله في الكومنتات، هقطعها معاكم دلوقتي. مع ان كده المفروض دخلت التلاجة عشان الكريم شانتيه تماسك. شايفين كان الجو حر وتحسي ان الكريم شانتيه كان مش متماسك. إيه كان المفروض دخلتها التلاجة الاول، بس الصراحه كنت مستعجله عشان اخلص لكم الفيديو، وبدات اقطعها بالشكل ده وكانت لسه طازه. يعني مش عايزه اقول لك، انا كنت عملت سويت كله في يوم واحد، انا ما بيتش حتى الكنافه ولا بيت البسبوسه، والله كله يا جماعه سوا في يوم واحد واشتغلت كله في وقت واحد. شايفين ما شاء الله الطبقات طبقات مش تخينه، طعمها وهم، طعمها بجد جميله جدا جدا جدا. ما شاء الله في توازن بين الطبقات، عندك طبقة الكنافة قد طبقة البسبوسة قد طبقة الكريم شانتيه. يعني الموضوع متوازن جدا، علشان كده عشان برضو ما حطيناش سكر في الكريم شانتيه، كان في توازن جميل جدا في الطعم. يعني كل المقادير مظبوطه يا جماعه، اتبعوها ان شاء الله. سيبكم المقادير في صندوق الوصف، واللي حابه عندها اي استفسار سيب لي في تعليقات، وانا ان شاء الله ارد عليكم واعملها ان شاء الله تظبط معاكي. بس يا ريت ما تنسينيش في الدعاء. وكده خلاص يا حبايبي، زي ما انتم شايفين وصفه النهارده خلاص خلصت. يا رب تكون عجبتكم، يا رب كنتش طولت عليكم، ويا ريت عجبتكم ما تنسينيش في اللايك والشير وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد اول باول. وان شاء الله يا حبايبي انتظروني في فيديو جديد بوصفه جديده باوردر جديد من اوردرات رشا نشاوي. استودعكم عند الذي لا تضيع عنده وديعه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.